يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. أنا معاكم النهاردة من قلب مدينة الإسكندرية الجميلة، المدينة اللي طول عمرها مركز للابتكار والتجارة، وهنتكلم عن مواكبة التغيرات التكنولوجية. خليك دايما على اطلاع بالجديد. في ناس كتير هنا في اسكندرية أو في أي مكان تاني في العالم بتحس إن الموضوع ده عامل زي تسونامي تكنولوجيا، وإنهم مش قادرين يلاحقوا كل الموجات الجديدة. الخوف من التعقيد أو الإحساس بإنهم جيل قديم ممكن يخليهم يستسلموا، لكن الحقيقة غير كده خالص. مواكبة التكنولوجيا عاملة زي تعلم لغة جديدة، ممكن تبدأ بكلمات بسيطة، وكل ما تمارس أكتر كل ما مستواك بيتحسن. مش لازم تكون مبرمج عبقري عشان تستفيد من التكنولوجيا، المهم إنك تكون عندك فضول تعرف وتجرب. في الفيديو ده مش بس هنشجعك إنك تكون مبحر ماهر في بحر التكنولوجيا المتلاطم، لأ، كمان هنشاركك خطوات عملية واستراتيجيات بسيطة تقدر تطبقها في حياتك اليومية، وإيه هي المصادر اللي ممكن تعتمد عليها عشان تكون دايماً في الصورة. هنساعدك تكسر الحاجز النفسي وتشوف التكنولوجيا كصديق بيسهل حياتك مش كوحش بيخوفك. يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم التكنولوجيا المثير. ليه لازم أهتم بمواكبة التكنولوجيا؟ ضمان فرصتك في سوق العمل المتغير. سوق العمل عامل زي بورصة اسكندرية، في أسهم بتطلع وأسهم بتنزل. المهارات التكنولوجية دلوقتي هي الأسهم اللي في صعود مستمر. أغلب الوظائف من أصغر شركة ناشئة لأكبر المؤسسات بتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا. لو ما كنتش ملم بالأدوات والتقنيات الحديثة هتلاقي إن المنافسة بتبقى أصعب، والفرص المتاحة ليك بتقل تدريجياً. تسهيل حياتك اليومية وتوفير الوقت والجهد. فكر في كل التطبيقات اللي بتستخدمها في حياتك اليومية، من حجز تذكرة سينما في سان ستيفانو لمتابعة حالة الطقس أو طلب أكل من مطعمك المفضل. التكنولوجيا خلت كتير من المهام الروتينية أسهل وأسرع، وده بيوفر لك وقت ومجهود تقدر تستثمره في حاجات أهم بالنسبة لك. اكتشاف مجالات وظيفية وريادية جديدة. التطور التكنولوجي المستمر بيخلق وظائف ومجالات عمل جديدة ما كانتش موجودة من قبل. لو كنت متابع للتوجهات الحديثة ممكن تكتشف فرصة لبدء مشروعك الخاص أو تغيير مسارك المهني لمجال بيرسبكتيف وليه مستقبل واعد. إزاي تواكب التغيرات التكنولوجية بسهولة؟ كن متابعاً نشطاً للمصادر الموثوقة، عاملها زي متابعة أخبار النادي اللي بتشجعه. خصص وقت بشكل دوري لمتابعة المواقع الإخبارية المتخصصة في التكنولوجيا، المدونات اللي بتهتم بمجالك، والقنوات التعليمية على يوتيوب اللي بتقدم محتوى مبسط ومفيد. انضم لمجموعات النقاش على السوشيال ميديا اللي بتركز على التكنولوجيا في مجالك عشان تستفيد من خبرات الآخرين وتعرف أحدث المستجدات. في قنوات يوتيوب مصرية وعربية كتير بتقدم محتوى تكنولوجي ممتاز باللغة اللي تفهمها. لا تتردد في تجربة الأدوات والتطبيقات الجديدة. عامل الموضوع زي اكتشاف مكان جديد في اسكندرية، كل ما تجرب أكتر كل ما بتتعود على الأجواء. لما تسمع عن تطبيق جديد أو خاصية جديدة في جهازك حاول تجربها وتشوف إيه اللي ممكن تقدمه لك. أغلب التطبيقات الحديثة مصممة بواجهة سهلة الاستخدام، ولو واجهت أي صعوبة في كتير من الشروحات والتيوتوريالز المتاحة على الإنترنت. اجعل التعلم جزء من روتينك اليومي. حتى لو كان عندك وقت قليل خصص ولو ربع ساعة في اليوم لقراءة مقال عن موضوع تكنولوجي جديد يهمك، أو لمشاهدة فيديو قصير بيشرح أداة معينة. الاستمرارية هي المفتاح. حاول تربط التعلم ده بحاجة بتعملها بشكل يومي، زي مثلا وانت بتشرب قهوة الصبح اقرأ خبر تكنولوجي سريع. تواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجالك. حاول تبني شبكة علاقات مع ناس بتشتغل في المجالات التكنولوجية اللي تهمك. احضر فعاليات وورش عمل لو في حاجة متاحة في اسكندرية أو أونلاين. شارك في المنتديات المتخصصة واسأل عن التحديثات والمهارات المطلوبة. الخبرة اللي هتاخدها من الناس دي هتكون قيمة جداً. تواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجالك. حاول تبني شبكة علاقات مع ناس بتشتغل في المجالات التكنولوجية اللي تهمك. احضر فعاليات وورش عمل لو في حاجة متاحة في اسكندرية أو أونلاين. شارك في المنتديات المتخصصة واسأل عن التحديثات والمهارات المطلوبة. الخبرة اللي هتاخدها من الناس دي هتكون قيمة جداً. تواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجالك. حاول تبني شبكة علاقات مع ناس بتشتغل في المجالات التكنولوجية اللي تهمك. احضر فعاليات وورش عمل لو في حاجة متاحة في اسكندرية أو أونلاين. شارك في المنتديات المتخصصة واسأل عن التحديثات والمهارات المطلوبة. الخبرة اللي هتاخدها من الناس دي هتكون قيمة جداً. تبنى عقلية تعلم شيء جديد كل يوم.
خلي عندك فضول دائم للمعرفة. التكنولوجيا بتتطور باستمرار، وحتى لو حسيت إنك وصلت لمستوى كويس دايماً في حاجة جديدة تتعلمها. خلي عندك شغف لاكتشاف كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، وده هيخليك دايماً متقدم بخطوة. الخلاصة: المستقبل ينتظر من يواكب تطوره. التكنولوجيا مش قوة غريبة أو مخيفة، دي أداة قوية جداً لو عرفت إزاي تستخدمها صح. هتقدر تحقق بيها كتير من أهدافك وتسهل حياتك بشكل كبير. ما تخليش الخوف أو الإحساس بالتأخر يوقفك. ابدأ بخطوات بسيطة، خلي عندك فضول واستمر في التعلم. تذكر دايماً إن المستقبل ملك للناس اللي مستعدة للتغيير ومواكبة التطور. يا رب يكون فيديو النهاردة ألهمكم وشجعكم. شاركونا في التعليقات إيه هي أحدث حاجة تكنولوجية عرفتوها أو جربتوها وعجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا منه، وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي هتساعدكم تنمو وتتطوروا في حياتكم. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي من اسكندرية. سلام!